أهلا بكم في هذا الشرح المفصل الذي يضعنا وإياكم في قلب الحدث الرياضي الأضخم على وجه الأرض. نحن هنا لا نتحدث عن مجرد بطولة رياضية عادية، بل عن نقطة تحول تاريخية ومفصلية في عالم الساحرة المستديرة، ألا وهي كأس العالم 2026. دعونا ننطلق مباشرة لنفكك كل هذه التفاصيل المذهلة، بدءا من الملاعب العملاقة والأنظمة التكتيكية الجديدة، وصولا إلى أحدث التقنيات التي ستغير طريقة مشاهدتنا للعبة بالكامل. هيا بنا نبدأ. حسناً، دعونا نطرح السؤال الأهم منذ البداية: ما الذي يجعل نسخة 2026 استثنائية إلى هذا الحد ومختلفة عن كل النسخ السابقة؟ نحن حرفياً نقف على أعتاب ثورة حقيقية في عالم كرة القدم. الأمر لا يقتصر إطلاقاً على مجرد زيادة عدد المباريات أو تغيير شكل الكأس، بل إنها إعادة هيكلة وهندسة شاملة للبطولة الأغلى في العالم. كيف سيؤثر ذلك على مستقبل اللعبة وكيف ستتغير خارطة القوى الكروية؟ هذا بالضبط ما سنكتشفه معاً. لنبدأ بهذا الاستثناء التاريخي. لأول مرة في تاريخ كأس العالم بأكمله لن تقام البطولة في دولة واحدة ولا حتى في دولتين، بل في 3 دول كاملة: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك، تتحد جميعها لتنظيم هذا المحفل العالمي. هذا التحالف الثلاثي يمثل سابقة لوجستية وتنظيمية ضخمة جدا. تخيلوا معي تنوع الثقافات واختلاف الأجواء وتعدد الجماهير التي ستتحد تحت راية كرة القدم في قارة أمريكا الشمالية بأكملها. إنها رسالة عالمية مذهلة وتحد يرفع سقف طموحات المستقبل. وعلى ذكر الجغرافيا، فالأمر هنا مذهل حقا ومخيف في نفس الوقت. نحن نتحدث عن 16 مدينة مستضيفة، ما يجعلها البطولة الأكثر انتشارا جغرافيا، من ملعب أستيكا الأسطوري في مكسيكو سيتي إلى الملاعب فائقة التطور في لوس أنجلوس ونيويورك وتورونتو. لكن النقطة الحاسمة والتحدي الحقيقي هنا هو المسافات. هل تتخيلون انتقال المنتخبات من ثلوج وأجواء كندا الباردة إلى حرارة ميامي الاستوائية خلال أيام قليلة؟ هذا المقياس الجغرافي الواسع سيتطلب بنية تحتية للطيران والنقل لم يسبق لها مثيلا إطلاقا. والآن نصل إلى أحد أكبر التحولات في تاريخ اللعبة، وهو نظام البطولة. لعقود طويلة وتحديدا منذ عام 1998 اعتدنا جميعا على نظام 32 منتخبا، أليس كذلك؟ حسنا، هذا النظام الكلاسيكي انتهى. نحن الآن ندخل حقبة جديدة بقوة مع مشاركة 48 منتخبا. هذا التحول الجذري يعني تغييرات شاملة في نظام التصفيات، حيث زادت المقاعد المخصصة لإفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية بشكل ملحوظ، مما يفتح الأبواب لمنتخبات طموحة طالما حلمت بالوصول لهذا المسرح العالمي. 48 منتخبا، نعم، هذا الرقم المذهل يكسر كل التوقعات القديمة. سيتم تقسيم هذه الفرق إلى 12 مجموعة، كل مجموعة تضم 4 منتخبات. وسنشهد لأول مرة دورا إقصائيا جديدا يضاف لتاريخ المونديال، وهو دور 32. هل تعلمون ماذا يعني هذا بلغة الأرقام؟ يعني أننا سنشهد 104 مباريات بدلا من 64. 104 مباريات كاملة من الإثارة والشغف، تمنح الجماهير جرعة مكثفة من كرة القدم، وتفتح قصصا وحكايات لمنتخبات تظهر لأول مرة. وهنا نصل إلى الجزء الذي يشغل تفكيرنا جميعا: من هي المنتخبات المرشحة للقب؟ وأي نجوم سيخطفون الأضواء؟ بالتأكيد العمالقة التقليديون مثل الأرجنتين، البرازيل، فرنسا وإنجلترا سيكونون حاضرين بقوة للقتال. ولكن مع هذا النظام الجديد قد تحدث مفاجآت مدوية من منتخبات لم تكن في الحسبان بتصبح الحصان الأسود للبطولة. أما على مستوى اللاعبين فنحن على موعد مع تسليم الراية لجيل جديد. قد نرى تألقا لنجوم شباب مثل لامين يامال أو جود بيلينغهام، وربما مجرد ربما نشهد الرقصة الأخيرة لأساطير تاريخية مثل ليونيل ميسي. إدارة 104 مباريات تتطلب دقة لا متناهية، وهنا يأتي دور التكنولوجيا. مونديال 2026 سيكون بمثابة مختبر حقيقي لأحدث الابتكارات في عالم التحكيم. نحن نتحدث عن نسخ مطورة جدا من تقنية التسلل شبه الآلي وأنظمة متقدمة من تقنية الفيديو لتسريع القرارات وتقليل الخطأ البشري إلى الصفر تقريبا. الأجمل من ذلك هو استخدام بيانات تحليلية فورية تعرض على الشاشات داخل الملاعب لتمنحنا نحن الجماهير وكذلك المدربين إحصائيات حية بالغة الدقة. التكنولوجيا هنا هي الشريك الأساسي لمستقبل اللعبة. بعيدا قليلا عن المستطيل الأخضر، دعونا نتحدث بلغة الأرقام والمال، لأن التأثير الاقتصادي والجوائز المالية لهذه النسخة تمثل أرقاما تفوق الخيال. إقامة البطولة في 3 من أقوى اقتصادات العالم تعني تدفقات مالية هائلة.
التوقعات تشير إلى إيرادات تتجاوز 11 مليار دولار أمريكي. نعم، 11 ملياراً من حقوق البث وعقود الرعاية والانتعاش الهائل في قطاعي السياحة والضيافة. سيتم خلق مئات آلاف من فرص العمل، وبالطبع الجوائز المالية للمنتخبات ستشهد قفزة تاريخية غير مسبوقة. لكن دعونا نكون واقعيين، خلف كل هذا البريق تكمن تحديات تنظيمية كبرى. التنسيق بين 3 دول ذات السيادة ليس نزهة، بل هو تحد مجستي هائل. تخيلوا عملية استخراج تأشيرات الدخول لملايين المشجعين من مختلف أنحاء العالم، والتنقل عبر مسافات شاسعة، والتكيف مع مناخات متباينة تماما. أضف إلى ذلك تنسيق أوقات البث المباشر العالمي عبر مناطق زمنية متعددة. باختصار، نجاح هذه البطولة يعتمد كليا على قدرة الدول الثلاث على دمج جهودها الأمنية واللوجستية في منظومة واحدة تعمل بدقة متناهية كساعة سويسرية. دعونا نلتقط أنفاسنا قليلا مع بعض الحقائق والأرقام المدهشة السريعة التي ستذهلكم. هل تعلمون أن هذه البطولة ستمتد ل39 يوما كاملا، مما يجعلها أطول مونديال في التاريخ المكتوب؟ وما هو أكثر إذهالا أن ملعب أستيكا في المكسيك سيصنع التاريخ مجددا ليصبح أول ملعب على الإطلاق يستضيف مباريات في 3 نسخ مختلفة من كأس العالم. بالإضافة إلى ذلك، سنشهد لأول مرة إقامة مباريات في ملاعب مغطاة بالكامل يتم التحكم بدرجة حرارتها في أمريكا الشمالية. أرقام تثبت أننا أمام حدث يتحدى حدود الممكن. وصلنا إلى النقطة المحورية. بعد كل ما استعرضناه عن الملاعب، التوسعة، التكنولوجيا والتحديات العظيمة، يبقى السؤال الأهم الذي نتركه لكم: من سيرفع الكأس التاريخية في 2026؟ هل سنشهد بطلا جديدا يكتب اسمه بأحرف من ذهب، أم ستستمر هيمنة الأبطال التقليديين؟ الباب مفتوح لكم الآن لمشاركتنا توقعاتكم في التعليقات. وللمزيد من الشروحات المفصلة الممتعة في عالم الرياضة، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بهذا الشرح. شكرا جزيلا لمتابعتكم، ولنجعل الحماس متقدا حتى تنطلق صافرة البداية لأعظم عرض على وجه الأرض.